يلا الملوخية، ملوخية يا باشا. ايه ده؟ يا لهوي، معاه ساعة دهب، نفسي يكون معاه فلوس زيه. تشتري مني ملوخية يا باشا؟ يلا يا ابني اتكل على الله على الصبح. يا باشا ده انت الله اكبر، معاك ساعة دهب. انا عايز يا باشا اكل امي، خد مني الملوخية دي والنبي واديني اي حاجة عشان اروح اكل امي يا باشا بالله عليك. يعني انت بتبيع الملوخيه دي عشان تروح تاكل امك؟ اه يا باشا. طبعا شفتني عشان لابس ساعه ذهب ولابس سيال فضه ومعايا فلوس ومعايا عربيات، فانت شفتني فرحت قوي صح؟ ايوه يا باشا بصراحة كده انا سألت عليك وعرفت يا باشا ان انت راجل كبير هنا في المنطقة. طب ايه رايك؟ اقول لك على حاجه حلوه قوي. لما تاخد الساعه الذهب ديت تاخد الحاجه دي كلها وتديني حاجه واحده بس. بس كده يا باشا تاخد الملوخية؟ لا طبعا، هي حاجه واحده بس اللي انا موافق اتبرع لك بكل حاجتي عشانها. ايه يا باشا؟ والدتك. والدتي؟ ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده يا باشا؟ عيب. عرفت بقى ان انت ربنا مديك حاجه احسن من اي حد بكتير، ومديني انا كمان حاجه احسن من اي حد بكتير. عارف ايه الحاجه اللي مداني؟ ايه يا باشا؟ ان هو واخد امي عشان امي كانت مريضه بالسرطان وهو رحمها، فدي في حد ذاتها حاجه انا بحبها. وانت مدي لك امك عشان خاطر تنزل تشقى عشانها وتبيع لها ملوخيه عشان تجيب لها الاكل. بص عايز اقول لك على حاجه واحده بس، ربنا ما بيديش البني ادم كل حاجه ولا بياخد منه كل حاجه، وعايزك تبص للبني ادم اللي انت شايفه بعينيه وبقلبك قبل ما تبص له بفلوسه. ربنا يخلي لك والدتك.